السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. يقول المولى عز وجل: إن تشكروا نعمة الله يزدكم. وقال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فنحمد الله عز وجل وإثما أن أدركنا هذه الأيام المباركة، أيام مباركة، أيام فيه من النفحات وفيه من الرحمات وفيه من البركات وفيه من الخيرات ما لا يعلمها إلا الله عز وجل. أيام 10 ذي الحجة أخلق يثما إن تعيش كراو السان ذو السان المخير نسان ربي، أيام فضلها الله عز وجل. ذو السان تحبي ربي سبحانه وتعالى فوسانيتم، حتى أن الله عز وجل غيثما أقسم بها في كتابه. يقول ربي سبحانه وتعالى، إحنث ربي سبحانه وتعالى سسنين نديد إن ربي قواليس: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قال ابن كثير: والفجر يعني الفجرني يوم النحر. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى، أقسم الله سبحانه وتعالى قل قصير الفجرني غسل عظم قران وهو يوم النحر. وليال عشر 10 أيام من ذي الحجة. والشفع هو يوم النحر غسل عظم قران. والوتر هو يوم عرفة. والسنة غيثما يدينا النبي عليه الصلاة والسلام ونعلم وشو غير السر يكفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. والسنين فالسنيتون مدينا النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله ولا شو السان أندين إلا العمل الصالح ما إلا خدمة بندم، ما إلا خدمة الإصلاح، ما إلا خدمة عمل الصالح ولا شو السانيك تحبي ربي سبحانه وتعالى أنه غتخدمة الصالحة أنشتنا 10 يومين أحب إلى الله من هذه الأيام 10 ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد؟ قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله ما إلا تخدمت العمل الصالح أين رضي سرضون ربي بالسنية أخر ما إلا تجهضت في سبيل الله، أخر ما تجهضت في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بذلك بشيء. أنا قالوا إني غيكفغس نفسي ثيس تذرين ثيس يموت الشهيد بالأرض المعركة. أنا قال الشهيد، أنا قال الشهيد، بمعنى أنه غيثما أنه السنيتون إلا العبدي لن يخدم الإصلاح. فما إلا تبغيت تخدم الإصلاح خدمتي السنية، ما إلا تبغيت تزمط ثليت تقوينيك تزمن ذي الاثنين ذي الخميس أيام البيض وين غيك تحبين الزوم، ما إلا تحبي تزوم تبغي تزوم تي رب العالمين ولا شمو السنة ندي ترى تزمط أنشتنو السنة ولا شو السنة، ما إلا تبغي تزمط أنشتنو السنة، ما إلا ذوينا غيلا نتعيويني زواليا نتعيويني مغبان الشاي مغبان
وين كاين غير رمضان خدم قفة رمضان خدم مائدة رمضان ذي الحاجة العالية الله يبارك ما شاء الله. ولكن ولاش الحاجة أنشتن تمغبون أتعاون تمغبون أنشتن ميلة تعاون تثقوا السنية أنشتن ميلة تعاون تثقوا السنية ميلا ثليد وين يقرأ القرآن ولاش السنة دي ديوات كثرة القرآن أنشتن ميلة كثرة تثقوا السنية ميلة كثير ديال النوافل الصلاة ولا شو السنة درت كثر ديال النوافل أنشتنو السنة أحب إلى الله من هذه الأيام أخير للجهاد في سبيل الله. ولهذا روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان يقال كل يوم في هذه العشر كان يقال في هذه العشر كل يوم 1000 يوم ويوم عرفة 10,000. يعني غير دي سك رب العالمين ذو الفضل يتضاعف رب العالمين الأجر السنية هي أيام يضاعف فيها الله عز وجل من الأجور والثواب ذو السنة يثمر يتضاعف رب العالمين. العمل الصالح ما يلف خمطتك يضاعف رب العالمين من الأجر والثواب ما لا يضاعفه في الأيام يقعد دام. ولهذا يقول ربي سبحانه وتعالى زيسن فقال ابن عباس رضي الله عنه والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. ويدل ذلك على أن الله عز وجل أقسم بأعظم مخلوقاته. ربي سبحانه وتعالى عظيم وربي سبحانه وتعالى عظيم وميلا تزريد فقرات قواليس يقول رب العالمين أعلم أنه رب العالمين يتقال أنا قال بأعظم مخلوقاته. فقال ابن عباس ويدل على ذلك أن الله أقسم بأعظم مخلوقاته أقسم بالشمس يقول ستيج يقول سويور يقول سيثران يقول سينوان يقول سلقيعان أقسم بأعظم مخلوقاته. وأقسم الله عز وجل بأعظم الأزمنة أكن يقول بالسنية. وأقسم الله عز وجل بأعظم الأمكنة أكن يقول رب العالمين البلد لا أقسم بهذا البلد يقول البلد الحرام. فقال والله عز وجل عظيم لا يقسم إلا بعظيم. والله عز وجل له الحق أن يقسم بمخلوقاته ولا يحق العبد أن يقسم إلا بالله. ربي سبحانه وتعالى يسعى الحق وكنا ذكر سوين يبغى أما نكنيس المخلوقات ميلا كرن قصر بالعالمين. والسنة يثمى وشو هي أفضل أيام عند الله قارن العلماء ولاش السان أن غيلان تجتمع فيه أمهات العبادات أنشتنو السنة 10 من ذي الحجة فيه تجتمع أمهات العبادات فيه من الصلوات كما في الأيام يعدل وفيه من الصيام أمسان عدال وفيه من الزكاة من دار عليه الحول وفيه يوم هو أعظم يوم عند الله عز وجل وهو يوم الحج الأكبر. أي مثلنا إلا أننا البقاع المقدسة أيام الحج يثمى مرد الحق اليوم الثامن وهو يوم التروية يوما درض مثلا إلى منى يبيتون فيه داس أندر مرض السنسين منى يوم التروية ويوم الثامن أسكيان أذكرا وهو يوم عرفة وهو أعظم أيام عند الله عز وجل. يوم عرفة يثمى يسديون ذي غور عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين يومئذ فغنيس يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت
لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. إناس يوثن الآية فقرا مسك كتاب ثنوان. إناس لو كان ذنكني معشر ذاين تنزلت فلان الآية نيا. إناس لو كان نسني غندي تنزل داكين إناس لو كان نخدميه ذا العين. فقال عمر: نعرف ذلك اليوم وذلك الوقت. إناس نسن الوقت اللي غوقيت نزلت أسني غندي تنزلت. نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة يوم الجمعة. لشوت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سنزلد اسم عرفة ذا سن الجمعة إن يخضر بين الأمة محمد عليه الصلاة والسلام أسمى السيئ أثنكم لغون الدين نوال. ورضيت لكم الإسلام دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فولا شيء ما أكثر نعمة من نعم الله عز وجل أن أكمل الله علينا الدين وأن أتم عليه النعمة. إذن إثمام نسعى جمع تبرعات لفائدة الجمعية الدينية لمسجد قرية إعياضون بلدية سقفلا، والله لا يضيع أجر المحسنين. أنفقوا ينفق الله عليكم. فنغدى إثمام يوم عرفة، وصيام يوم عرفة إثمام فيه من الفضل والأجر والثواب. يدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. أفضجر يثمام أفضجر ذنقرا أنه ينزم نص عرفة أسعفو رب العالمين عامين، أسعفو رب العالمين من الذنوب يثمى عامين، أسقسي قعدان وأسقسي ديك الدون فغيثما ونتحرم فرغي من النار. عرفة أتغريد ذا الخميس. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويغادي تذكر وهي عدنو مرد الحق الخميس يثما. نحرص ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يكون ممن يصومه. تجعل رب العالمين يوينغي إلا نزوم عرفة ويكنغي إلا نزوم احتسابا وإيمانا أخي عفو رب العالمين الذنوب النار. ثم غيث ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام عند الله هو يوم النحر ويوم القرن. قل سنين عشرية ميغي إلا نفضلثنا رب العالمين إلا ينواسي إلا نفضلث رب العالمين حتى ذو السنين عشرية ميغي. لشوث إنك يوم النحر ويوم القرن أسل عظم قران أسمار غذزلون إمسلمن الأضاحي صن تقربا إلى الله عز وجل واقتداء بنبينا إبراهيم عليه السلام وبنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ويتقرب فيه الحجاج بذبح هداياهم أسني ولا شيء أسئكشبان أش نسني غيثم. أفضل أيام عند الله قبله يوم عرفة. وما أدراكم إثم ما يوم عرفة وما وقفة عرفة. وقفة يتباهى الله عز وجل به أمام ملائكته عند رضية رب العالمين إلى السماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي فقد أتوني شعثا غبرا. يتباهى بهم عند الملائكة وسنعفو رب العالمين. يوما ذي قرن بنا عليه الصلاة والسلام أكثر ما يعتق الله فيه عباده من النار يوم عرفة. فغض يكثر الإنسان من الدعاء بعد صلاة العصر من يوم عرفة. أذكر الإنسان من الدعاء ذس أندى رب العالمين تسلك عتق رب العالمين الرقاب من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: وخير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل الدعاء أندر ذكر ونزيس أصل عرفة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل ما قاله النبيون قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء، وهو أفضل الدعاء أكن يدينا من بينا. ثم يوم النحر أصل عظم قران هو أفضل أيام عند الله، ثم يليه يوم القر. يوم القر ذا 11 السمزور من أيام التشريق، وسمي بيوم القر وهو اليوم الذي يقر فيه الحجاج في منى. ذا سنين يثمان اسم رذلين الحجاج بعدما ذبحوا أضاحيهم وطافوا طواف الإفاضة، ذس عند رذق من الاستعفو، وهي أحلى أيام عند الله. اسم رذلين دقمن فكن وسند عرفة، ثم ذبحوا هداياهم، ثم أتوا بطواف الإفاضة. كل هذا التعب وكل هذه المشقة التي كانت من أجل مرضاة الله عز وجل أدقمنا استعفون دين منا استعفون من غير أدقم دينا. هي أحلى أيام الدنيا. يوثنا الراحة أندر الحجاج يثمان ضحمض ربي وتشكرون أن أدوا مناسك حجهم، ثم بعد ذلك تأتي رمي الجمرات 11 12 13 رمي الجمرة الوسطى الصغرى والوسطى والكبرى، والمبيت في منى، ودعاء الله عز وجل بالقبول والمغفرة والرحمة. والسنة يثمان ذو السن المخير غرب سبحانه وتعالى. أفضل أيام الدنيا. فعشرية من يثمان إلا لا تجتمع فيه أمهات العبادات كما تجتمع في هذه العشر. ومع أن غيثمان يمسلمن إلا نرى البقاع المقدسة، إلا نرى وحيد مثل سن الحجاج، إلا أن الله عز وجل شاركهم. أخي شارك لاجر نشاركي في لاجر من صيام يوم عرفة ومن الدعاء ومن العمل الصالح. إلا نغسك لردنا، ولكن ربي سبحانه وتعالى يجعل غدو السنة مناسبات أن يتضاعف رب العالمين الثواب والأجر. وهذا فضل من الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: عمر أمتي ما بين 60 و70 والقليل من يتجاوز ذلك. رغم أن العمر الأمة محمد عليه الصلاة والسلام تعيش لنا خلا، تعيش لنا بزاف، سمساتهم دي مزيانون 50 20 40 70 قليل راضي ديباسينا كان 70 مقارنة الأمم قعدنا يثما تعيش الخلا 200 سنة 300 سنة 400 سنة 500 سنة. ونوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يقيم القوم نس 950 سنة. ومع ذلك فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام رغم أنه تعيش دروس، إلا أنه في كيس أيام مناسبات عظيمة تضاعف فيها الحسنات. إيش كيغض ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر. وإيش كيغضر بالعالمين والسنة 10 أيام من ذي الحجة التي يضاعف فيها الثواب والحسنات والأجر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال يون الحديث: أنه مثلكم المثل ذي مثل دذين ذنصارا كمثل عام استأجر عمالا إن كم يوني ودي خداما، فالناس من راضي يخدمن قطهورا ميدين د العصر، نراضي يخدم من الصباح ميدين د الطهور على أجر. فقالت اليهود نحن قبل نذير أنه غتخدم من الصباح ميدين د الطهور على أجر واحد، فالناس من راضي يخدم من الطهور ميدين د العصر على أجر واحد. فقالت النصارى نحن
فقال من يعمل من العصر أميدين ذا المغرب الوقت نغي لند العصر أميدين ذا المغرب ذا الوقت نغي لند دروس مقارنة طهور من العصر نصبح أميدين الطهور، ولكن على ماذا؟ على أي مقابل؟ قال على أجرين. فقال ألا إنكم من يعملون من العصر إلى المغرب على أجرين. أمة محمد عليه الصلاة والسلام أتسنع تسابزو حتى ولا جر خلا ويكي تني عدنا ذن عتساب الخلا هذا وين لا جر دروس. فهذا فضل من الله. اليوم أكملت عليكم نعمتي، اليوم أكملت عليكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فغيث ما عشرين أيام مباركة للسنة غيث ما يدور الإنسان يتنافس فيها إلى الخيرات وكيدنا رب العالمين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. هذا وأكتفي بهذا القدر. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصليتنا العيد يثما ذا الخير لهنا إيواس الجمعة في الصامس كل خير لهنا إن شاء الله. بارك الله فيكم.